أسطورة سيزيف. الأسطورة دي أسطورة إغريقية بتقول إن سيزيف كان عنده مهمة إنه يطلع صخرة كبيرة لقمة تل عالي جدا. مهمة صعبة بس هو قدر يعملها كويس. صحيح أخدت منه مجهود كبير وتقريبا اليوم بطوله، بس قدر يعملها. لكن للأسف تاني يوم الصبح لقى الصخرة تاني تحت التل، وكان المفروض إن هو يرجعها تاني لقمته، وفعلا عمل ده وفضل ده يتكرر كل يوم. ايه علاقة سيزيف والكلام ده بالوسواس القهري؟ تخيل انك بتستخدم فعلا تكنيك التعرض لعلاج الوسواس القهري، وبتعمل تجارب تعرض للحاجات اللي بيخوفك منها الوسواس القهري. دي حاجة متعبة زي دحرجة الصخرة من تحت التل لقمته. تخيل بقى بعد كل التعب ده انك تقوم عامل السلوك القهري او الطقس. يبقى انت كده لغيت التعرض وهتبدأ تاني من اول وجديد. زي ما في الحدوتة كده، سيزيف كان لازم كل يوم يطلع الصخرة من تحت التل لقمته. يعني لو عملت السلوك القهري مش هتستفيد من التعرض مهما عملته كويس. طيب في حد بقى ممكن يسأل، قد ايه المدة اللي لازم افضل موقف الطقس؟ يعني بعد قد ايه اقدر ارجع اعمله تاني؟ المفروض تمتنع عن السلوك اكبر وقت تقدر عليه، وطول ما انت ممتنع هيبقى عندك فرصة انك تعرف فعلا انك مش محتاج تعمل السلوك ده اصلا، وهتستكشف ده لما تبدأ تعمل التعرض. وخليك واثق انك هتقدر تستنى مدة اطول بكتير من اللي انت متخيلها. التجربة دي هتعرفك وهتعلمك حاجات اكتر عن نفسك وعن الوسواس القهري ما كنتش تعرفها. طيب التكنيك ده بيتعمل ازاي؟ بتستحضر عن قصد أفكار معينة وتجرب إنك تواجهها وتختبر صحتها بإنك تمتنع عن السلوك القهري وتشوف إيه اللي هيحصل. وبعد كده هتحاول على قد ما تقدر إنك تستمر في الامتناع ده كل ما الأفكار دي بتجيلك. ولما توصل لمرحلة إنك قادر تشوف فعلا إن الحاجات الوحشة مش بتحصل، الرغبة الملحة إنك تعمل السلوك القهري هتبقى أضعف، وإنت هتبقى أقوى، والوسواس القهري ساعتها هيجيب لك أفكار أقل. كل ما بذلت مجهود أكبر إنك تعمل ده هتوصل لنتائج كويسة وأسرع. كل ما قللت أو امتنعت عن الطقس وقت أطول كل ما بقيت أنت أقوى. الكلام ده بقى وراه علم. في أبحاث ودراسات كتير اتعملت على التقنيات دي. في دراسة مثلا اتعملت على 3 مجموعات، اتطبق على كل مجموعة طريقة. مجموعة تعرض بدون ما يمنعوا الطقس، ومجموعة منع استجابة بس كان مسموح لهم ان هم يتجنبوا المثير سواء كانت افكار او مواقف. والمجموعة الثالثة طبقوا الاتنين مع بعض، تعرض ومنع استجابة. لقوا ان المجموعة الثالثة دي وصلوا لنتائج احسن واسرع بكتير من المجموعتين التانيين، وغيرها دراسات تانية كتير. عشان كده انا بشجعك انك تعمل التعرض كويس، وكمان تمتنع عن السلوك القهري او الطقس وانت بتعمل التعرض وكمان بعدين. وانا متأكدة ان ده هيخليك تكسب معركتك ضد الوسواس القهري، وهيساعدك تتحسن، وكمان ان التحسن ده يستمر.